أعلنت جمعية تعاونية في الكويت مقاطعة المنتجات السويدية بعد حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم. وحسب بعض الصحف المحلية اليوم، فإن الجمعيات غرناطة والخالدية وهدية أعلنت البدء بتنفيذ حملة شاملة لمقاطعة البضائع الواردة من السويد. وشددت هذه الجمعيات في بيان لها على أنه لا تهاون في حماية مقدساتنا الإسلامية والانتصار لكتاب الله عز وجل. وفي 21 من يناير 2023 أحرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي. وتعليقا على ذلك، أصدرت جميع دول الخليج العربي بيانات إدانة واستنكار، واعتبرت الحادث استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم.